خليك صريح مع نفسك. لو كان جمال بالماضي ما يزال مدربا للمنتخب الجزائري، هل كنا نعيش هذا التخبط اليوم؟ هل كنا نشكك في كل اختيار ونغير القناعات مع كل مباراة ونبحث عن هوية لا نجدها؟ أم أن الحقيقة مؤلمة أكثر مما نحب سماعه؟ بالماضي رحل، لكن الفوضى بقيت. رحل جمال بالماضي، لكن معه رحل الاستقرار، ورحلت الهوية، ورحل الإحساس بأن هناك من يعرف بالضبط إلى أين يسير هذا المنتخب. اليوم لسنا هنا لتمجيد الأشخاص ولا لخلق أساطير وهمية، بل لطرح سؤال واحد فقط، سؤال يخشاه الكثيرون: هل كان رحيل بالماضي قراراً شجاعاً أم كان هروباً جماعياً من مواجهة المشكلة الحقيقية؟ وقبل أن نواصل، لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيرنا المدرب ولم نغير العقلية. دعونا نكون أكثر دقة. أخطر شيء خسره المنتخب بعد بالماضي ليس النتائج ولا حتى الألقاب، بل الذاكرة. ذاكرة المشروع، ذاكرة الأفكار، ذاكرة ما الذي نريده فعلا من هذا المنتخب. لو كان بالماضي موجودا لما بدأ كل تجمع وطني وكأنه الأول، ولما دخل اللاعبون كل مباراة وهم ما زالوا يبحثون عن أدوارهم داخل الملعب. كان هناك مشروع، وكان هناك صبر، وكان هناك وضوح في الرؤية. المنتخب بلا مشروع مجرد أسماء داخل الملعب. اسأل نفسك سؤالا بسيطا: لماذا كان اللاعبون يقاتلون مع بالماضي؟ لماذا كانوا يدافعون عنه حتى في أسوأ اللحظات؟ الجواب واضح: لأنه لم يختبئ خلفهم وقت الخسارة، ولم يرمهم للإعلام، ولم يقدمهم كقرابين للشارع الغاضب. كان أول من يتحمل النار وآخر من يبحث عن أعذار. اليوم ماذا نرى؟ اللاعب في الواجهة، والمدرب في قفص الاتهام بعد كل مباراة، والجميع ينجو بنفسه. المدرب الذي لا يحمي لاعبيه لا يصنع منتخبا. توقفوا قليلا وانظروا جيدا. هل هذا منتخب وطني أم سلسلة تجارب متتالية بلا نهاية؟ تغييرات بلا أفق، قرارات بلا صبر، ومشروع يتبدل مع كل تعثر. كل تعادل يتحول إلى أزمة، كل خسارة إلى كارثة، وكل مباراة إلى بداية جديدة من الصفر. هكذا لا تبنى منتخبات كبيرة، وهكذا لا تصنع هوية. نريد نتائج فورية بدون بناء. لنكن منصفين حتى النهاية. بالماضي أخطأ، نعم، والإقصاءات لا يمكن إنكارها. لكن السؤال الأخطر: من قال إن رحيله حل المشكلة؟ خرج بالماضي وبقيت نفس الظروف، نفس الضغوط، ونفس العشوائية في التسيير. فهل كنا نبحث عن حل جذري أم فقط عن اسم نفرغ فيه الغضب ونغلق الملف؟ في الجزائر المدرب هو المتهم الأول دائما. دعونا نترك العاطفة جانبا للحظة ونتحدث بلغة الأرقام، لأن الأرقام لا تكذب. لقب قاري، سلسلة تاريخية دون هزيمة، منتخب كان يحسب له 1000 حساب في إفريقيا. هذه الإنجازات لم تكن ضربة حظ ولم تكن صدفة، بل نتيجة صبر واستمرارية، وهو بالضبط ما نفتقده اليوم. الألقاب لا تأتي مع العجلة. والآن نصل إلى السؤال الحقيقي، السؤال الذي يجب أن يطرح بصدق. ليس هل أخطأ بالماضي، بل هل تعلمنا شيئا بعد رحيله؟ لأن الحقيقة القاسية هي أننا ربما لو صبرنا قليلا ولو عالجنا المشكلة من جذورها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. غيرنا الرجل وتركنا المشكلة.